السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة صابرين للوصفات المتنوعة. كيف ما كتلاحظوا اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد السوبه اللي كتجي رائعه، واهم حاجه اللي هي صحيه. في المقادير غادي نحتاجوا القرع الحمراء، جعده ولا خيزو، عندي تما اللفت ومطيشه والكرافس. تقدروا تضاعفوا الكميه، تقدروا تزيدوا الخضره اللي عندكم، وتزيدوا البصله، تزيدوا اي حاجه بغيتوها، بطاطا، المهم الحاجه اللي عندكم. وطبعا الكميه كتختلف على حسب افراد الاسره. انا اكتفيت بهذا القدر هذا، وانتم تقدروا تضاعفوا الكميه. غادي نقطع الكل بهذا الشكل هذا قطع عشوائيه حيت الكل غادي يتطحن. هانتوما كتلاحظوا كيفاش قطعتهم، يعني خلطت كلشي مع بعضياتو حتى الكرافس كلشي. المهم غادي نغطيهم بالماء، غنعمل لهم الماء الكافي اللي غادي يكفاني باش ما نزيدش في الاخير الماء وما تجينيش ثقيله، اولا ما نعملش الماء بزاف باش ما تجينيش خفيفه. ومن بعد ما طيب لي الخضره ديالي غادي نطحنها مزيان. هانتوما كتشوفوا الماء كفاني، ما زدتلاش الماء في الاخير، وهذا القدر هذا اكتفيت به. تيقوني البنات كتجي غزاله هاد السوبه هذه، كتجي رائعه لذيذه بزاف وكتجي صحيه وسهله بزاف، دغيا كتوجد. مني طحنتها غادي نضيف عليها التوابل. بالنسبه للتوابل غنضيف عليها الابزار، سكنجبير، شويه د الخرقوم بلدي، وطبعا الملح على حسب الذوق، وما نساوش شويه زيت الزيتون. ومن بعد كنعملها فوق البوطه ونضيف عليها هذيك التوابل كيف ما قلتكم، ونضيف عليها دابا الشعريه. طبعا الشعريه كتبقى اختياريه، تقدروا تضيفوها تقدروا لا، ولكن الشعريه كتجي غزاله. كنتمنى تجربوها وتردوا لي الخبر، انا متاكده غادي تعجبكم. بعد ما كطيب لي الشعريه ديالي في هاد السوبه هذه، كنقدمها في زلايف، كتجي غزاله صحيه ولذيذه بزاف وسريعه. هانتوما كيف ما كتلاحظوا كيفاش جات غزاله تبارك الله، ما كنحتاجوا لا صلصه لا حتى شي حاجه. المهم هاد السوبه ديالنا وجدات. شكرا على المتابعه وعلى حسن ظنكم بي، حيت كتشاهدوا لي الفيديوهات ديالي وكتسردوا لي كومونتير مزيونين اللي كيزيدوا يحفزوني. شكرا لكم بزاف، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى اللي يدخلوا جدادين واللي كيشاهدوا اول مره القناه ديالي يضغطوا على زر الجرس والاشتراك باش يوصلوا من الجديد ديالي.